المرمى قد تكون تسديدة من مكان بعيد. الله ضيع الكرة. لاحظ من هنا ذاهبة إلى المرمى القائم وأمجد للكرة في منطقة الجزاء. البحث عن يانيك ولكنها وصلت إلى وسط الملعب. محمد سامي مرة أخرى حذاري. هنا الكرة فيها استمرارية للعب. مهند يعطي ذلك. يانيك زاكري في كرة تمريرة. يانيك الصقور تحلق الآن. الصقور تعلو في سماء السليمانية الآن. متمكن. لاحظ هنا التمريرة الرائعة التي نقلت من روان الأمين ويانيك زاكري. مرر لم يسدد على المرمى. نعم ومن الخلف أتى جياركو فند ووضعها في مرمى أمجد رحيم. الكرة التي لم يتمكن منها زياد أحمد. لاحظ هنا يانيك مرر زياد لم يصل وأتى من الخلف جياركو فند وأتى وسجل ووضع الكرة في شباك أمجد رحيم ليعطي التقدم لدهوك على نوروز هنا في ثاني مواجهتهما تاريخيا في دورينا. ايضا للضغط على نوروز. هنا الكرة ومحاولة الاستلام من كلاوديو مارادونا. لف ودار وسدد على المرمى. ردة الفعل لكن روان تيريز كان من الممكن ان يضع الكرة في المرمى. هنا التسديدة الرائعة والقوية. حارس المرمى تلعب ونقل الكرة عالية. أوفولابي بالراس. هذه هنا عاد أراد أن يعود كلاوديو مارادونا. لاحظ هنا حارس المرمى خارج الأسوار. لوكاس موسيس البرازيلي وعلى اصطدام. نعم هكذا هي كرة القدم. يتركها لخطورة التنفيذ لأن لاعب قلب الدفاع عندما ينفذ الرميات الجانبية ويحدث خطأ دائما ما يكون هنالك الخط الخلفي مكشوف أكثر. محمد سامي والسقوط. الله وهذه جماهير نوروز تساند. هنا محمد سامي. هنا لا شيء قال لا شيء. مهند قاسم نعم لم يعطي فائدة. لم يتحدث. لو كان هنالك ركلة جزاء لا أشار إليها. وهنا كان هنالك إتاحة أو استمرارية في عملية اللعب وهدف سجل بطريقة جميلة. روان هنا كان ينتظر الكرة وركنها على يمين حارس المرمى أحمد حميد الذي أخذ دور وضع المتفرج في انتظار تمرير الكرة. تمريرة وصلت الآن قد تستغل. تعود كلاوديو. هنا لا راية. نعم لا راية في اللقطة وذهبت إلى المرمى ولكن في اللحظة الأخيرة هي غادرت. يحاول ينتظر يمرر في العمق. هنا كرة التسديدة من كلاوديو. الكرة تنقل من أمجد رحيم إلى الأمام. استلام للكرة وتعود. محاولة تنقل من البديل زيد إسماعيل على الجانب. روان ينقل كرة إلى زيد إسماعيل وكرة عالية. البحث عن موسيس. لمسة يد وضربة جزاء. نعم ضربة جزاء وكلاوديو مارادونا سينفذ باعتقادي. نعم كلاوديو مارادونا سينفذ. وهنا الجماهير الحاضر عكس ما كان لحكم المباراة. نعم من هذا المكان. هنا هنا تترك لذوي الاختصاص لأنها اصطدمت في مكان. لاحظ ما بين اليد وما بين الجسم كما حلقت صقور الجبال. الآن النسر الأخضر يتقدم الآن. أوفولابي وأحمد بشار حارس المرمى البديل. حارس نوروز السابق مع أوفولابي. جول ثاني لنوروز. لاحظ هنا ركلة الجزاء وضعها على يسار حارس المرمى وكان حارس المرمى ذهب إلى الجهة اليمنى. لاحظ ذهب على اليمين وضعها على اليسار. الكرة في منطقة الجزاء. هل هنالك من يستطيع وضعها في المرمى؟ كرة عالية. هي للتعادل الآن. قد يأتي جياركو فند. حاول المحاولة التي لعبت وصلت وأبعدت إلى الجانب.
هنا الكرة في الخارج بعد التسديدة هذه من سياباندعي، وهنا كرة تلعب، محاولة تصل الآن كلاوديو مارادونا في انتظار عرضية أحمد بشار يخطئ فيها حارس المرمى، لكن لاحظ على العرضية، وهنا أحمد بشار أخطأ في الإبعاد هنا بردة فعل الأرض. هنا حارس المرمى خدع، لكن لحسن الحظ أنها وصلت لمدافعي دهوك وليس لمهاجمي نوروز. وعرضية كلاوديو مارادونا الجميلة والرائعة هنا لا يمر، كان سياباندعي أكيد. هنا خطأ وضربة حرة مباشرة في مكان جيد، ورقة صفراء في هذه اللحظات على زيد إسماعيل. طرد يخرج الآن من مهند قاسم. نعم، فرصة التعادل لدهوك في هذه اللحظات. هنا التدخل، نعم، حالة واضحة هنا، الشد على القميص وعملية العرقلة والسحب. أوفولابي يتقدم، ينتظر أوفولابي، يعود إلى الخلف، تمريرة على الجانب، عملية المرور، الآن فرصة العبور، فرصة للثالث، التسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هل حان الوقت للصافرة؟ ضيع الكرة سيفان عمر علي، ومهند قاسم قد يطلق الصافرة الآن، قد يعلن عن النهاية، قد يعلن عن وصول نوروز إلى النقطة 41. هنا سيفان عمر علي سدد كرة جاورت القائم وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. مهند قاسم لا زال لم يطلق الصافرة، وتقدم على السلم لوالي كريم يأتي الآن، وصافرة مهند قاسم أيضا تأتي الآن. مشاهدينا الكرام، يعلن عن نهاية هذه المباراة بفوز نوروز على دهوك بهدفين مقابل هدف، في مباراة جميلة، في مباراة ممتعة، في مباراة كانت رائعة في كل جوانبها الفنية، وكان الجمهور أيضا حاضر يعطيها جمال أكبر. مبروك لولي، هارد لك لسليمان رمضان، على أمل التعويض في قادم المباريات. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في أوقات أخرى إن شاء الله.